السلام عليكم الغزالات الفنات، كنتمنى هاد لا فيديو يلقاكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. وفيديو جديد في هاد لا فيديو غادي نشارك معكم بريوات باللوز بورق الفيلو. في الفيديو السابق شاركت معكم بريوات بالكاوكاو بورق البسطيله، وان شاء الله اليوم غادي نغيرو. اللي ما شافش لا فيديو السابق رجع يشوفوه، نقدر نحطو لكم في صندوق الوصف. وهنا كيف ما كتشوفوا هاد البريوات كيجيو رائعين مقرمشين لداد بحشوة رائعة. قبل ما ندوزو المقادير وطريقة التحضير، فضلا وليس أمرا ما تنساوش الاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر وزر الجرس باش يوصلكم كل جديد. خلوا لي لايك للفيديو بارطاجيو الفيديو على الأهل والأحباب. وغادي نبداو على بركة الله. غادي نحتاجو لهاد البريوات 300 غرام ديال اللوز اللي مسلوق في السخ وناشف مزيان من الماء، يعني كنشفوه في شي منديل من الماء ما يبقاش فيه. ضفت لهم كأس صغير ديال السكر. اللي كيبغي الحلاوه يضيف كميه ديال السكر يزيدها. وهنا ضفت نسمتهم بساشي ديال الزهر ديال زهره البرتقال. انا ما كانش عندي ماء زهر وما كانش عندي المسكه الحره، فعوضتهم بهذاك الساشي ديال الزهر. طحنت الكل طحن ليا مزيان حتى كنحصل على عقده، يعني خليط بحال العجين. وهنا زولته وضعته في هذا الاناء. غادي نضيف ليه من بعد ما طحنته كيف ما كتشوفوا. انا استخدمت الترموميكس، نتوما ممكن تستخدموا اي طحان عندكم. صافي هنا غادي نضيف ليه ملعقه صغيره ديال القرفه كيف ما كتشوفوا. وغادي نخلط المكونات مزيان حتى كينسجموا. بالنسبه للبريوات اللي درت في الفيديو السابق راه كيجوا رائعين حتى هما بالكاوكاو، وبالاضافات اللي ضفت للكاوكاو كينقصوا من الجهد ديال الكاوكاو، كيعطيوهم واحد اللذه رائعه. صافي من بعد هنا كنخلط مزيان العقده ديالي باش تدخل مع هذيك القرفه. وغادي نضيف ليها 2 معالق ديال الزبده مذابه وكنستمر نخلط. بغيتو ديروا الزبده نوازيط حتى هي راه كتعطي مذاق زوين. وغادي نستمر ندعك هذيك العقده ديالي، نخدمها مزيان فوق سطح العمل بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا. حتى كتدخل معاها هذيك الزبده مزيان. راه غادي تلاحظوا واخا كتطلق شويه ديال الزيت ديالها ما تخافوش منها. صافي غادي هنايا نستمر كيف ما كتشوفوا. هذا هو الشكل ديالها. راه هنا انا شويه مسرعه الفيديو باش ما يكونش الفيديو ممل كيكون طويل. صافي هنا غادي نشكلها الكريات الحجم اللي بغيتو على حسب بغيتو البريوات كبار ولا صغار، نتوما كتحكموا في الحجم. هنا غادي نستمر نكور الكرات تنكمل العقده ديالي كامله. وغادي نغطيها بشي بلاستيك غذائي باش ما تنشفش. ضروري انني نغطي العقده. غادي نستمر. وبالنسبه للورق الفيلو فهو راه زوين في الخدمه، ولكن غير ما نحلوش حتى نوجد كلشي، حيت هو الا ضربوا البرد صافي كيخسر. غادي نخليه حتى كنوجد العقده ديالي ونوجد كلشي، عاد نفتحو ونقطعو على باش نبدا نخدم به. وهنا هذا هو الورق ديال الفيلو اللي استخدمت. نتوما تستخدموا اي نوع اللي كتعرفوه، يعني موالفين تخدموا به ماشي مشكل. صافي هنا كنطويها. ناخذ الورقات غنخدم بجوج جوج وغادي نقطعهم على الحجم اللي بغيت في البريوات. الا بغيتوهم كبر من هادو كتوسعوا يعني الشريط كيف ما كتشوفوا. هنا غندهن جوج ورقات. هنا دايره جوج ورقات لان ورق فيلو كيكون رقيق. صافي وغادي ندهن بالزبده مخلطه مع الزيت. وكناخذ العقده كنصاوبها وكنلوي البريوه ديالي. ما نحاول ما نكترش في الورقه باش ما كتجيش غالبه على العقده.
كيف ما كتشوفوا راه كنوريكم هنا راه جوج طبقات ديال الورق ديال الفيلو. كنشكل العقده ديالي على شكل مثلث وكنبدا نطوي. راه كلشي كيعرف يصاوب البريوه. كنلصق ببياض البيض وهذا هو الشكل ديال البريوه. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الشرائط كاملين، نعمر البريوات كاملين. بالنسبه لواحد الملاحظه نسيت ما ذكرتهاش في الفيديو السابق حتى هو، من الاحسن ما طيبهمش في البلاصه، يعني كتخلوهم حتى كينشفوا كيجيو احسن. كنعمر البريوات ديالي وكنستفهم في شي بلاطو كنخليهم حتى كينشفوا. صافي هنايا راه ما طيبتهمش انا في البلاصه، خليتهم حتى من بعد عاد بديت كنطيب فيهم. قليتهم، بغيتو تدخلوهم الفران دخلوهم، لكم الاختيار. هنا كنحصل على هاد اللون وكنحيدهم من الزيت. صافي استمريت هنا كنطيبهم وكنوضعهم في العسل. العسل فايت حطيته معكم في الفيديو السابق اللي حطيت فيه البريوات ديال الكاوكاو، وفايت حطاه اصلا في القناه قبل. اللي بغى الفيديو السابق رجع ليه. هذا هو الشكل النهائي ديال البريوات، كيجوا خطيرين ولذاذ. جربوهم اكيد غادي يعجبوكم. ونتلاقاو في فيديو اخر، في امان الله ورعايته. واحدة قرمشة رائعة. جربوهم البنات، رائعين.